السلام عليكم. هنحكي لكم قصتي في الاوتيل. كنت كنحاني لواحد الاسره بسيطه، او ماشي بسيطه، بسيطه اكثر من القياس. كان با تيخدم عساس في صغرو في شبابو، لكن ملي كبر ما بقاش قادر يخدم، وقف على الخدمه، وبقينا عايشين واحد العيشه اللي مزريه. كيف ما كان الحال كنا عايشين بعدا مستورين، انما ملي با جلس من الخدمه ما بقيناش كنلقاو باش نعمرو البوطه، باش نشريو الدقيق، باش نشريو الزيت والسكر. اما حتى الخضره والطياب ما نهضروش عليه، كنهضروا غير الاساسيات باش ما نموتوش من الجوع. نلقاو بعد البوطه ونعجنوا الخبز ونطيبوا عليه اتاي وناكلو. كانت عمري 20 سنه، با امي ولدوني تكبروا، ما جابلهمش الله، ولدوني تكبروا. الحمد لله على كل حال، اللهم هكاك ولا بلاش. ملي لقيت راسي انا في ديك الوضع كنواجهو، فكرت وقررت باش نمشي نخدم، باش ما نبقاوش عايشين هكاك. صافي ما بقيناش كنلقاو ما ناكلو، قلت الشي صعيبه، الانسان ما يلقاش ما ياكل. وشكون غيعرف هذا الشيء؟ غيعرفوا اللي مجربو واللي داز منه، ولا شي واحد اللي جاتو شي ظروف وخلاتو يمر من هاد الازمه. صعيب يجيك الجوع ما تلقاش ما تاكل، صعيب تبغي طيب ولا تشم الريحه عند الناس كيطيبوا وانت الكوزينه ديالتك مشطبه ما فيهاش حتى كركوبه د مطيشه. راه ماشي سهله، صعيبه بزاف. كلشي كيدور ويجي، حتى الماكله. الماكله لما كانتش متوفره عندك راه ما عندك والو، حتى باش تفكر ما تقدرش تفكر الا ما كنتيش مشبع كرشك. الماكله هي الاساس، عاد من بعد منها نقدروا نشوفوا شنو نديروا. فكرت وقررت باش نخدم، واللي غدا بلا ما شاورت امي لبست جلابيتي ودرت راسي بحال اللي ماشيه نتسخر. وقصدت واحد الموقف كان عندنا في واحد البلاصه معروفه، كنت كنعرف الدنيا مزيان. انا مشيت لتما على رجلي، ما ركبت ما والو، حيت ما عنديش الفلوس، راني ماشي نقلب على الفلوس. وقفت انا بحالي بحال ديك الناس، ما بغيت نسول حتى واحد، يعني درتها من راسي فين ما طلعت. حتى واحد شويه شفت الناس العيالات كتجي شي طوموبيل ولا شي حاجه كيتساتفوا عليها وكيبداو يجريو باش يمشيو لعندها. بديت جالسه واحد المده طويله، شي مده ساعه، على ما نفهم الوضع ونعرف الامور كيفاش دايره، باش ما نسولش شي مرا وتبدا تبقش فيا وتسولني. ما كنت الناس كنت كنتجنبهم، ما كنحملهمش. كانت عندي واحد النظريه او واحد الاحساس خايب تجاه الناس، كنت كنحقد على الناس كاملين، ما عرفتش علاش، مع انهم ما داروا حتى شي ذنب، ولا اني انا كنت كنحقد عليهم. واحد شويه جات واحد الطوموبيل ومشاو عند هذيك العيالات، انما ديك مول الطوموبيل فتح الزاجه وشير لي انا، ما بغاش ديك العيالات، شير لي انا. ديك الساعات توجهت ومشيت لعندو. اهلا سيدي، واش كتعرفي طيبي ديك الشي ديال البلدي؟ كنعرف شي بركه، تعرفي تصايبي الرفيسه وتصايبي ديك الشي ديال السفوف؟ نصايبو، ما كاين حتى شي مشكل. عندنا واحد النفيسه وبغينا نقوموا لها ديك الشي، على ما تجي من السبيطار. مرحبا، ما كاين حتى مشكل، يلا طلعي. طلعت في الطوموبيل ومشيت مع ديك السيد، باين عليه برجوازي ولا باس عليه، غير من خلال ريحته، خلال الهضره. مشيت معاه، وصلنا لديك الدار ديالو ولا فيلا.
نزل ديك الساعات وفتح لي الباب وقال لي مرحبا بك تفضلي. تسنيت وتفتح الباب ديال الفيلا ودخلت، وبقيت كنتسناه حتى يفتح الباب الدخلاني. دخلت تبعته، فيما مشى هو كنمشي انا، وكنت اليد ديالي كانت كتخرج غير الخيرات والرزق. كنت حادقه بحال امي، واخا الحاجه من كلش عمرني صاوبتها كنعرف نصاوبها. جاب لي واحد العصير بلا ما تشاور معايا. كنشوف الراجل جايب واحد الصينيه فيها جوج الكيسان، حطهم فوق الطبله وقال لي تفضلي خدي شربي واحد الكويس يحيد عليك الشحفه. قلت له الله يكثر خيرك، انما ما قلتليش شنو غندير. شربي العصير ديالك وغنهضروا من بعد. واخا سيدي، بسم الله. شربت العصير ديالي وبديت كنتسناه يقول لي شنو غندير. قال لي سمعي دابا شنو غادي نقول لك وحلي ودنيك. مراتي في الطبيب وولدات. ايوا على سلامتها، ولكني راه والده بالعمليه ومازال جالسه تما هي والمولوده. وانا دابا ما عندي حتى حد في الدنيا، ما عنديش الحباب ديالي ولا والديا. واخا كتشوفي هاد الخير كامل، ما عنديش الحباب، مقطوع من الشجره. دابا خصني نوجد داكشي ديال الرفيسه وداكشي ديال النفيسه. واخا سيدي نوجد لك كلشي، واش كتعرفي تقني داكشي؟ كنعرف. اجي معايا للكوزينه، هنا عندك كل حاجه غتحتاجيها تلقايها هنا. عندك الدجاج في الثلاجه خصو يتغسل، عندك السميده، عندك الدقيق، عندك الزبده، الزيت، الربيع، الثومه، عندك كل شيء اللي تحتاجيه كاينه موجود. وكاين القوام ديال السلو. الدقيق راه محروق شريته هكاك موجود، والتقاوت شريته منقين خصهم غير يتحمصوا ويطحنوا، والزيت وخلاص والسكر كلشي راه كاينه تما. المهم اي حاجه تخصك قلبي غير في الكوزينه غتلقايها. غير حمري ليا الوجه وصايبي ديك الشيء، حيت مراتي مسكينه بغيت نوجد لها ديك الشيء ونفرح بها. اي والله يخليها لك، ومبروك عليك الزياده، الله يبارك فيك. ما حكيتيليش على راسك بحال شنو نحكي لك؟ انا واحد البنت فقيره ما عنديش، وعرفتي اول مره في حياتي نخرج نخدم، حيت با ما بقاش قادر على الخدمه اللي كان تيخدم، وما بقيناش كنلقاو ما ناكلو. ودابا اول نهار ديالي ديال الخدمه، وانت اول واحده نخدم معاه. بقيتي فيا الصراحه والله لا، انما ما يخصك حتى شي خير معايا. صايبي هادشي اللي قلت لك، ومن لتما ربي غادي يحلها. غير قضي شغلك دابا باش ما نجبدوش شي، حتى انا راني انسان حنين وتيبقى فيا الدرويش. قضي شغلك وما غادي يكون الا الخير. ولا بغيتي تاكلي ولا تفطري ولا ديري شي حاجه مرحبا بك، اعتبري الدار دارك. بارك الله فيك سيدي، الله يكثر خيرك. حيدت جلابتي وضربت عليا واحد الفواطه كانت عندهم تما، وخديت واحد الصنداله ديال الميكا وحطيت حوايجي في واحد الدخيله ديال الدروج علقتهم، وبديت نصايب في ديك الشي. قديت الدجاج ورقدته وخليته ومشيت للسفوف. بديت كنحمص في ديك الشي وكنطحن، كنحمص وكنطحن، وخلطت السفوف ديالي اللي لقيت تما. قديت له واحد السفوف ما دايراش، حيت القوام موجوده والخير موجود. السفره كتجي خايبه غير لا الانسان تكايس عليها وتشطر عليها. كل شيء موجود، اش منك يا تقاوت واش منك يا زيت، وكل شيء موجود. عطيتها ما يقد. خلطت واحد البانيو وغطيته وخليته تما، ومشيت سولته واش تبغي المدهوسه بالملوي ولا بالحرشه.
لا ديريها بالحرشه. قديتي ما تزيدي، انا ما نكلفش عليك بنت الناس، انا ماشي ديك الناس اللي كتعرفي كيحرصوا على بنادم. لا قديتيش ديري الملوي ديريه حتى هو. ما نكرهش نلقى من هادي ومن هادي، باش مراتي ملي تجي نلقى ما نعطيها. ايوا ما يكون غير خاطرك، اللي بغيتيها غنوجدها. ضربت لك واحد جوج حرشات كبار، خبزتهم وقردتهم في واحد البانيو وبديت كنفرتت فيهم. ساليت ديك التفرتيت، رجعت للدجاج لقيتو نقاو وتحيدات منه الزفوريه. جبت واحد الطنجره كبيره عندهم معلقه ونصبته ودرت له من كل حاجه، غير الريحه ديال التشرميله ضربه من بلاد يا بلاد. درت له التخليطه وبديت كنحرك بيدي ورقت ديك الفرارج، 4 ديال الفرارج اللي رقدتهم ونصبتهم وخليتهم كيطيبوا، وغطيت عليهم ومشيت كنعجن واحد العجنه ديال الملوي. عجنتها وحطيتها فوق البوطاجي كترتاح، قطعتها وبديت كنطلق وتنخبز في نفس الوقت. دخل عندي مول الدار قال لي تبارك الله عليك، الله يحجبك من العين، الله يخلي لك صحيحتك ويخلي لك والديك ويفرحك. هادشي اللي قضيتي وهادشي اللي شفتو والريحه اللي ضاربه عمرني في حياتي شفت ديك الشيء. باين على المذاق غادي يكون لذيذ. اي والله يجيبنا في الصواب سيدي. واش فطرتي ولا ما فطرتيش؟ فطرت سيدي، خديت واحد الفريميجه وخديت واحد دانون كان في الثلاجه. واش انتي جالسه كتضربي في التماره وكتقولي لي دانون؟ عمري لك اتاي ولا القهوه ولا عمريهم بجوج، عطيني حتى انا كويس. مشيت عمرت اتاي والقهوه وديت له كاس ديال القهوه وخديت انا كاس ديال القهوه كندوخ به راسي، ووليت جلست واحد شويه خديت واحد الكاس ديال اتاي واحد الرغيفه، درت الرغايف والملوي وبديت كنفطر او غدا ولا كل شيء درتو فيه فطور وغدا. واحد شويه جا عندي قلت له واش تاخذ شي مليويه مع ديك الكويس ديال القهوه؟ قال لي عطيني نذوق، ما كراش نذوق. هزيت له واحد المليويه محمره راشيه بالزبده وبالزيت وحطيتها له في الطبيصيل وديتها له للصالون وعمرت له كاس ديال اتاي وخليته كياكل. وساليت شغلي انا، كملت ديك التستيفه ديال الملاوي والرغايف وكملت الطياب ديال الدجاج وساليت وجمعت وطويت. كانت وصلت ل5 د العشيه. قلت له سيدي راني غادي نمشي، كلشي راني قاديته. هاد الدجاج كيف ما كتشوف كامل طايب، الملاوي راني قاديت لك داكشي في الماكي ودخلته في الثلاجه. بقى غير الدجاج، ها البواطه ملي برد شويه مزيان دخليه في الثلاجه ولا دخليه في الفريغو كيف ما بغيتي، ديك الساعه تسخن وجبد. قال لي ما يمكنش هاد الشيء انت اللي غتبقاي ساهره عليه ومقابله حتى تجي مراتي وانت اللي غادي تقابليها في النفاس، تدوزي الموليمه ولا كاع تبقاي خدامه معانا. صافي يا سيدي ما كاينش مشكل. اي والله يهنيك، انا خصني ضروري نمشي، ضروري خصك تخلي لي نمرتك باش تجي لعندي للدار وتعرفي كيفاش تجي، ولا نمشي نجيبك. ما يمكنش تمشي وتخليني، راه طيابك دايزو الكلام ومعقوله وبنت الناس، ما يمكنليش نفرط فيك. صبري بعدا نجيب لك شي بركه، بلا ما تعطيني دابا، لا كنت غنبقى معاك ماشي مشكل. لا لا لا، انت عارفه الظروف اللي حكيتي لي عليها، ما يمكنش نخليك تمشي بلا فلوس. هاكي هاد 6000 ريال وهزي شي دجاجه من ديك الدجاجات وديريها في شي بواطه وديها معاك، مادام انت غتبقاي خدامه معانا. الا نقصني الدجاج ولا خصني واحتجناه راه نجيبولك وطيبيه. واخا سيدي بارك الله فيك. ايوا صبري لبس عليا باش نديك. جلسي في ديك الكرسي وتسنايني تنجي.
بقيت كنتسنى مول الدار، وبقيت جالسه في ديك الكرسي، وكنت فرحانه بزاف وما باغيش نبين على الفرحه ديالي، حيت عنده في الدار ما يمكنليش نبقى نضحك ولا نفرح ولا نبين الابتسامه على وجهي. بقى الضحك كما كيقولوا كيفسخ البيع. سنين نبقى دايره عقلي تنكون مع راسي ونضحك ونفرح ونمشي عند والديا نفرحهم. بقيت صابره هكاك وكاتمه ديك الشيء اللي عندي وديك الفرحه، حتى نزل لبس عليه حوايجو وقال لي يلا زيدي قدامي. سبقتو انايا، خرجت حدا الطوموبيل وبقيت واقفه حتى سورت الفيلا، وجا فتح الباب ديال الطوموبيل وقال لي طلعي. طلعت انايا ودرت ديك القفه قدامي. ركب وقال لي فين الحي ديالكم؟ قلت له غتشد هاد الطريق حتى الراس ديالها وهتنزلني تما بالحق. هاد الطريقه طويله بزاف، هو شارع واحد انما طويل، ماشي مشكل، المهم توصلي بخير. ضرب ديك الطواله وحنا ماشيين في الطريق وانا كنفكر، تنقول انا عايشه في حلم ولا في علم، حيت مشيت نخدم وسهل لي يا ربي. فهاد السيد اللي طلع ولد الناس، وخا مشيت معاه وغامرت، الظن ديالي كان في محله وما دار لي حتى شي حاجه. وصلنا ونزلت وقلت له بالسلامه سيدي، الله يكثر خيرك ويخلف عليك. مشيت فرحانه كنضرب الخطوه وكنقز باش نوصل لدارنا. دخلت فتحت حيت كان عندي الساروت، با امي كبارين وما نبقاش نشقيهم. دخلت ومشيت كنجري لعند با امي. شافوني قالوا لي فين كنتي النهار كامل؟ وحنا مخلوعين عليك، بقينا خايفين تنخبيو ونفكو، ما نعرف شنو جرى ليك وماشي من عادتك، كنا غادا نموتوا بالخلعه. ما تصوريش. ما تخافوش، راه قررت البارح وما بغيتش نخلعكم. ومشيت جربت راسي في الخدمه وجاب لي الله. فين خدمتي؟ مشيت امي الموقف وجربت انا حظي بحالي بحال الناس. مال هادوك ماشي بشر؟ اما احسن نمشي نخدم على راساتي ونجيب لكم ما تاكلوا ولا نبقاو نموتوا بالجوع. شنو تاليت هاد الشيء اللي حنايا فيه؟ نبداو نسعاو؟ وصافي امي انا مشيت نخدم على راسي وسهل لي يا ربي. الرضات ديالكم عاوناتني وسهل لي يا ربي. في الخديمه ما كنت حانه، ما كنت ضانه. واحد الراجل جا مراتو نفيسه وبغى شي وحده اللي تصايب له الرفيسه،